السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول كلمتين لجمهور النادي الأهلي، أحسن جمهور في الكون، لأعظم نادي في الكون. بالنسبة لفرص تلات أندية النهاردة، فرصة الزمالك أسهل فرصة، وبعديها فرصة بيراميدز. تعتبر فرصة سهلة ما تقلش سهولة عن فرصة نادي الزمالك. أولا بيراميدز، ولا خلينا في الزمالك. أولا الزمالك الإعلام والدنيا كلها واقفة ورا الزمالك، المنظومة كلها واقفة ورا الزمالك، من الوزير للغفير، بقيادة رئيس المافيا أبو ريدة، هو بإيد الظلمة اللي وراه، أبو مجاهد ويسكر رويز وجيه أحمد والسيد مراد اللي هيستقبل الحكام امبارح وخدهم فسحهم وهيتظبطوا زي الحكام اللي اتظبطت في ماتش الأهلي وبيراميدز قبل كده. فالزمالك فرصته سهلة جدا، وبالنسبة لبيراميدز فرصته ما تقلش سهولة إنه هيفوز على سموحة، واحنا كلنا شايفين سموحة الست مباريات ما خدش فيهم بونت واحد. لو بصيت على الورق احنا كلنا قلنا ان بيراميدز يفوز، بس سبحانك يا رب في الدور الاولاني كانوا هما الفرقتين، وسموحة قدر يفوز 2-1 على بيراميدز، ويعتبر هو اللي يعتبر مضيع على بيراميدز فرصة حسم الدوري. فربنا قادر ان حتى سموحة يتعادل مع الزمالك. احنا شفنا سموحة لعب قدام الاهلي ماتش وكان سهل جدا ان كان يتعادل مع الاهلي. سبحان الله، احنا قلنا ان اتحاد الكورة والمنظومة كلها من الوزير للغفير، كل الماسكين مناصب في المنظومة الرياضية كلهم زملكاوية، ويجي بعديهم كمان بيراميدز بيتحالف مع الزمالك. فقادر ربنا النهاردة كل التدليس اللي حصل ده كله، والأمل في ربنا وعندي يقين في الله سبحانه وتعالى إن ربنا النهاردة يقول كلمته وبيراميدز يتعادل والزمالك يتغلب. مش بعيدة على ربنا، مش بعيدة على ربنا، ويكون ربنا رجع الحق لأصحابه. الأهلي اتظلم كتير. حد يقول لك الأهلي ما لعبش السنة دي، لا الأهلي لعب، الأهلي واخد منكم، فاز عليكم 3 مرات السنة دي يا زمالك، ومديكوا علقة موت 3-0 مع الرأفة. انت خد بالك. فإن شاء الله اللي ضيع على الزمالك السوبر بعد التجريح والإساءة للاعبي النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي من شوية لعيبة فشلة قاعدين في برامج. قلنا الكلام ده مش هنعيده تاني، كله كان بيحط على النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي وإعلام نادي الزمالك اللي كانوا مجهزين كل حاجة، وبرضه مفيش غرامة إلا النادي الأهلي. ربنا كان قادر إن هم يتعادلوا 0-0، لكن ربنا خلاهم جابوا جون في أول دقيقة ونص ضربة جزاء، والفريق اللي خصم اتحاد العاصمة كان ليه ضربة جزاء، خلى الحكم الفاشل الظالم اللي كان بيحكم الزمالك واتحاد العاصمة ما حسبهاش، واللي قاعد على الفار ما يقل الظلم عنه، مع ان الحكم كان قريب بالكورة. مش هتكلم في البعيد. وخلاهم لحد ضربات الجزاء، والقدر خلى المهدي سليمان طلع ونزل لهم عواد هو الاصل احسن جون في مصر، اتشاط عليه 8 ضربات جزاء ما عرفش يصد منهم واحدة. وفي الاخر اتحاد العاصمة فاز بعد ما حرق دم جماهيرهم في المدرجات، لان هم كانوا يستاهلوا بسبب الظلم والدلع اللي عمالين يدلعوه على حس انا ابو ريده وعلى حس الناس اللي موجوده في البلد اللي واقفه في ظهر الزمالك. اقفوا في ظهر الزمالك براحتكم، ويا بيراميدز اقف في ظهر الزمالك مع الزمالك ضد الاهلي، مفيش مشكله. احنا لينا ربنا
سبحانه وتعالى ان النهارده باذنك يا رب، باذنك يا رب، حق الضيقه اللي انا فيها والتعب اللي انا فيه النهارده تقول كلمتك يا رب، والنادي الاهلي يبقى بطل الدوري. يا رب انت اللي قادر تقولها، قادر تقولها، وبتحصل في الكوره. ولو بصيت لسيراميكا، لو هيلعبوا مباراه فير، مثلا سيراميكا مسك الزمالك في الكاس مسح بيه الارض وفاز على الزمالك، وكان ممكن يفوز بنتيجه كبيره. ليلة برضه الحكم المصري كان خايف، وكان حكم منهم محمود بسيوني، حكم محمود بسيوني اللي كانوا مصممين عليه في المباراة اللي الأهلي ما لعبهاش، في المباراة اللي الأهلي ما لعبهاش. النهارده بإذنك يا رب، أنا حاسس بإذنك يا رب لو الدنيا مشيت نص فير بس، سموحة هيفوز على الزمالك. ولو نص أو فرص سموحة جت، هيفوز على الزمالك بسكور. أنا راضي يفوز بهدف واحد، راضي يا رب إن سموحة يفوز على الزمالك بهدف واحد. وبيراميدز لو اتعادل كان بها، فاز بهزيمة الزمالك، احنا هنلعب دوري أبطال، ومش هيبقى لينا دعوة بقى بالرخصة يطلعوها ما يطلعوهاش. الحاج أبو قصة، الأستاذ المزواج النسوانجي اللي اسمه سويلم، طالع يقول لك كده كده الزمالك هيلعب، وهنا بريدة هيخلص لهم القصة. ده احنا لو بنلعب في كوالالمبور، والنبي انا مش عارف كوالالمبور ديت لو ليها اتحاد كورة ما هيعمل الوساخة اللي بتتعمل. ويقول لك ثروت سويلم أهلاوي، كله طبعا المصالح. ما انت لو ما طلعتش قلت كده مش هتقعد السنة الجاية، فكله بيخاف على نفسه ومصلحته. وانا مش عارف مين ثروت سويلم ده، ايه مين ثروت سويلم ده عشان يقعد اتحاد الكورة ورابطة الأندية؟ مش عارف، مش عارف. يا رب دي غم على البلد، غم على البلد من جميع الاتجاهات يا رب. تعرف ان الشعب المصري غلبان، وفيهم ناس غلابة وفيهم ناس مفترية السبب في القرف اللي احنا فيه ده، بس أغلبية الشعب غلابة والله. خلصنا يا رب من اللي احنا فيه، خلصنا. عايزين تبقى منظومة زي أي منظومة في العالم، اللي يكسب يكسب نقول له مبروك. كلنا شفنا امبارح بورنوس وهو ومان سيتي، خلى سهل، لعب لنفسه ولمصلحته والجماهير. اتعادل 1-1 مع المان سيتي، وكان قادر يفوز على المان سيتي 3-4، والمان سيتي اتعادل في الوقت الضايع. والتعادل ده ادى الدوري للارسنال، من 22 سنة الارسنال ما خدش الدوري. والارسنال السنة دي لعب احلى مبارياته، ووصل دوري ابطال اوروبا، بيلعب على النهائي مع باريس، وخد دوري الانجليزي عشان مدرب اللي اسمه ارتيتا ده. عرفوا يجيبوا مدرب، بس عرفوا يجيبوا مدرب وعرفوا يجيبوا لعيبه. انا عايز اتكلم على عدي كل واحد حقه بعد الماتش مهما تكون النتيجه، عشان الانصاف ده ربنا بيبارك في اللي بينصف الناس. وادينا قاعدين اهوت، والساعه دلوقتي 7:15 ولا 7:15، انا بقيتش اشوف 7:15، وهانت. وباذن الله ربنا هيقول كلمته النهارده، وانا واثق فيك يا رب، واثق فيك يا حبيبي والله، انك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.